السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وكلمكم النهاردة عن سر زواج محرم فؤاد والمذيعة التلفزيونية اللبنانية ماجدة بيضون. في نهاية الستينات تزوج المطرب محرم فؤاد من المذيعة التلفزيونية اللبنانية ماجدة بيضون، وقد أثمر زواجه منها عن ابنه الوحيد طارق، برغم زواج محرم فؤاد من 7 سيدات ولكنه بقي الابن الوحيد للفنان الراحل، حيث لم ينجب محرم فؤاد من زوجاته الأخريات والتي تعدت أكثر من 8 زوجات، هم من أشهر وأجمل نجوم السينما المصرية والعربية. ويعد الزواج من ماجدة بيضون من أبرز المحطات في حياة ماجدة بيضون، حيث انتقلت للعيش معه في القاهرة، وتحديدا في شقة بعمارة ليبون الشهيرة بمنطقة الزمالك. وشهد زواجهما العديد من الخلافات الحادة التي وصلت إلى حد تدخل الشرطة في بعض الأحيان. وقد ذكرت بعض الصحف المصرية في ذلك الوقت حادثة شهيرة وقعت في شقتهما، عندما استدعت ماجدة الشرطة بعد خلاف عنيف نشب بينهما. وقد انتهى هذا الزواج بعد فترة قصيرة بالطلاق، لتدخل بعدها ماجدة في عزلة تم بعيدا عن الناس، وكان لابنها طارق مكانة خاصة في حياتها، حيث تولت تربيته بعد انفصالها عن والده. وقد ظهر طارق في بعض المناسبات الفنية بعد وفاة والده محرم فؤاد، وتحدث عن علاقته بوالدته، وأكد أنها لعبت دورا كبيرا في حياته، وأنها كانت سبب رئيسي في الحفاظ على توازنه النفسي، خصوصا في ظل غياب والده لفترات طويلة بسبب انشغاله الفني. إلا أن طارق بدوره سلك طريق الفن، ولكنه لم يحقق شهرة والده محرم فؤاد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.